مثلا من أهم إنه هذول كلياتهم اللي ذكرناهن أنواع القيادات، وأنا ذكرت أسماء القيادات. ليش اتصفوا بالقادة؟ إلهم كانت صفات معينة، الصفات المعينة اللي إلهم معرفة الذات. يعني أي شخص اللي أنا ذكرت أسمائهم عرفوا نفسهم، معرفة الذات أولاً. إذا فينا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معرفة الذات. فينا نقول مثلاً أي فيلسوف أو أي إنسان كان عنده أول صفة إيش هي؟ معرفة الذات. الانفتاح على الجديد، يعني دائماً يفكر بخطة مستقبلية، يعني مو بالوقت الآني، يعني دائما له انفتاحات على الجديد. القرارات السليمة. هلا دائما بمجتمعنا العادي اللي نحن نعيش فيه في شيخ عشيرة أو في كبير العشيرة، دائما يقول الشيخ قال الشيء الفلاني، خلص الشيخ قال. ليش العشيرة كلياتها تاخذ هذا القرار بعين الاعتبار؟ لأنه يعرفوا هذا القرار هو القرار السليم. معناته من صفات القيادة إيش هي؟ اتخاذ القرارات السليمة. هي كانت دليل التماسك، مثلا الروح الرفاقية الموجودة منذ الطفولة بالنسبة له. في أحد الأحيان قال إيش يقول أنا وصديقي، مو صديق يعني، كنت أمشي بالقرية، أحد أولاد الجيران رموا عليه حجرة ففسخوه. بعد الفشخ يقول أنا رحت على البيت لعند أمي وأنا متعرض يعني إنه لهي النقطة، فأمه قالت له إلا بدك تروح تاخذ بتارك. ما أم عويش كانت أم قوية فعلا بكل معنى الكلمة، تلك الامرأة القوية. فبعثته وفعلا أخذ بتارك. ليش؟ مشان ما يتعلم يترك حقه لأي حدا، يتعلم ياخذ الحقوق اللي هي من واجبه. لكن شخصية المرأة، إيش شوي تحدث عن المرأة. هلا بالنسبة للمرأة طبعا قبل، رح أتحدث عن المرأة قبل ثورة رجابة وبعد ثورة رجابة. بالنسبة للقائد كونوا كلياتنا هون نساء، فنحن نشوف قبل ثورة رجابة النساء ما كان لها قيمة صراحة. يعني كانت بالبيت تحت كنف رجل، تطبخ، تكنس، مطبخ، بيت، أولاد. يعني البنت بس كان تصير عمرها 16 17 سنة، كثير من الأمهات كانوا يقولوا لا عاد تدرسي، ما نهايتك تجيبي تتزوجي وتجيبي أولاد وتربي، صح؟ لما كنا أطفال أمنا إيش كانت تشتري لنا؟ لعبة مشان نتعلم شلون نهزها وشلون هيك نقلد انه شلون عم نرضعها، واقع كان يعني. فكنا عم نتربى على هاي النقطة. اما نكون نساء رياديات قياديات، الامهات ما كانوا يحطونا على انه لازم تتعلموا بكره شهادتكم مثلا قلة ها. الاهل مثلا كانوا يخلوا البنت تدرس للبكالوريا، بعد البكالوريا انت ما تروحي جامعة، الجامعة هي نظرية تقريبا نقول 95% من الاهل، 95 إلا عوائل. لكن بعد ظهور ثورة رجابة قل ب 2012 2013 فكر فلسفة القائد. اليوم المرأة مسكت الرئاسة المشتركة بالمؤسسات، المرأة أصبحت موظفة بكل المكانات، المرأة اليوم أصبحت تمارس السياسة، والمرأة أخذت مكانها بالمكان العسكري، بالمجال العسكري. عم نشوف مثلا يفجأ بقتالها ضد داعش وفعلا اتصلت واثبتت وجود قوات الحمايه، قوات المراه. هي النقاط مين اعطاها لنا؟ القائد اعطاها. البحث عن منشأ الكون، وجود الانسانيه مع حقيقه الكرد. هون قرر يبحث عن ايش؟ منشأ الكون، حقيقه الانسانيه، وجود الكرد. هدول الثلاث نقاط اساسيات عنده. بعام 1970 صار يبحث عنها اثناء دراسته بالجامعه. طبعا لما يقول حقيقه الكرد، حقيقه الكرد التاريخيه واللغه والثقافه.